السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بالتقدير لا زالت مع خليفة التسديدة والتعادل لفلامينغو. التعادل لفلامينغو عن طريق بيدرو. هدف مع الدقيقة 20. يعود فلامينغو في هذه المباراة ليتعادل في هذه اللحظات. يسجل فريق البرازيلي هدف التعديل في نصف النهائي. هذه اللقطة اللي نتمناها طبعا. شوفها مرة على التنفيذ ركلة جزائية. سلام والثانية تورنيدو. يا كبير يا كبير يا سالم يا حاسم يا لعيب يا هداف يا نجم يا كبير يا تورنيدو. وفيتو عالمي 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 يا فيتو يا زعيم الزعيم العالمي في نصف النهائي يتجلى يتألق. أي هلال هذا. فلامينغو وبربوزا وصافرة. لا والله الهدف لم يكن فيها تسلل. جاء متأخر جدا. جاء متأخر جدا. الحكم أشار إلى احتساب الهدف. نعم جاء متأخر لفلامينغو في هذه اللقطة. الدوسري يكتب التاريخ في كأس العالم للأندية. كتب سالم الدوسري نجم فريق الهلال التاريخ في بطولة كأس العالم للأندية بعدما سجل هدفا في شباك فلامينغو البرازيلي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور النصف النهائي من المسابقة. وتحصل الهلال على ركلة جزاء بعد مرور 3 دقائق فقط من المباراة بعد عرقلة الأرجنتيني لوسيانو فيتو. واستغل الدوسري الخطأ وسجل الهدف الأول من ركلة جزاء نفذها ببراعة شديدة في شباك حارس فلامينغو. وأصبح سالم الدوسري الهداف التاريخي لنجوم السعودية في بطولة كأس العالم للأندية بواقع 3 أهداف في 3 نسخ مختلفة. وبات سالم الدوسري رابع لاعب يسجل في 3 نسخ بمونديال الأندية برصيد 4 أهداف بعدما سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو 7 أهداف والويلزي جاريس بيل 6 أهداف والأرجنتيني ليونيل ميسي 5 أهداف والمصري حسين الشحات 3 أهداف. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. أتمنى أن تدعموني بلايك واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله.